في حاجات لو عملتها هتوفر عليك وقت وجهد وفلوس كتير قوي. انت تتكلم في الافات اليوروهات. فلوس ده هنتكلم عن عصارة خبرتي في موضوع شغل الطلبة ده. يعني بقى ازاي تلاقي شغل، ازاي تكسب اكتر، توفق ما بين شغلك ودراستك والكلام ده كله. بس قبلها عايز اتكلم في نقطة مهمة عشان الموضوع ده حساس لناس كتير. في اوقات وظروف بتعدي على البني ادم، اي شغلانة قدامك واي فلوس هتحط قدامك هتاخدها وخلاص. تمام، عدت علينا اللحظات الصعبة دي كلها، وفي الاول وفي الاخر الشغل مش عيب. تمام، مفيش اي حاجة تبقى مكسوف منها. ممكن ما تبقاش الشغلانة اللي انت نفسك فيها، ممكن ما تكونش حاجة كنت متخيل انك مضطر تعملها عشان تكسب فلوس وتعيش والكلام ده كله، بس هي الرحلة بتاعت السفر ديت عشان تضمن حياة احسن لنفسك ولعيلتك بعد كده محتاج شوية تضحيات، ودي حاجة مهمة. فمفيش حاجة عيب في الشغل، مفيش حاجة تتكسف منها. اعمل اللي انت مضطر تعمله عشان تكمل وعشان تنجح وكل الكلام ده. فمن غير دراما كتير ومقدمات كتير خلينا نخش في الفيديو. شغل الطلاب في ألمانيا، أهم حاجة في الموضوع ده إنك تعمل خطة واقعية ما بين الفلوس اللي معاك، الحساب المغلق يعني، الفلوس اللي أنت هتصرفها والفلوس اللي أنت هتكسبها من الشغل. تمام، وزي ما قلت واقعية، لأن في ناس كتير بتبقى فاكرة إن الحياة وردية والبيست كيس سيناريو في كل حاجة والحماس واخدها وأول ما أوصل ألمانيا هشتغل والكلام ده كله. حلو الحماس كويس خلي معاك، بس ده مش هينفع، لان اول فيزا بتاخدها بتبقى فيزا على الباسبور. تمام، مدتها 6 شهور اللي انا خدتها، وفي ناس تانية بتاخدها 3 شهور. معنى اللي هي على الباسبور ان انت بتاخدش تصريح الشغل اصلا. تمام، ما ينفعش تشتغل اصلا، او قانوني على الاقل. تمام، ففكرة بقى انك اول ما توصل هتشتغل ومش هتاخد حاجه من الحساب والكلام ده كله مش موجود. تمام، اللي بيقول لك كده بيبقى كليكات وبتضحك عليك والكلام ده كله، مفيش الكلام ده. تمام، غير كده بقى اغلب الناس اللي بتيجي المانيا بتبقى يا اما جايه دراسه لغه يا اما سنه تحضيريه. واتكلمنا كتير عن تصريح الشغل اللي انت بتاخده في الوقت ده، والتصريح ده زي ما قلنا بيبقى فيه الاجازات. بس في خطا شائع عن الموضوع ده، ان الاجازات فممكن تشتغل بقى في الويك اند، تقول انا هدرس في السنه التحضيريه او الكورس اللي هو بتاعي في الويك اند بقى اشتغل والم واعوض اللي انا صرفته. مفيش الكلام ده. اجازه هنا مقصود بيها هي الاجازه ما بين السمسترين في حاله السنه التحضيريه، او ما بين مستويين لغه في كورس اللغه. تمام كده، ولو لاحظت ده هيجيب لنا مشكله كبيره جدا. انا عايزك بس تخليك اوبن مايندد معايا كده وتفتح مخك وتفكر الموضوع من ناحيه صاحب الشغل، مش من ناحيه مش من وجهه نظرك انت. لو انت عارف ان الشخص اللي جاي ده هيبقى محتاج وقت عشان يتعلم السيستم ومحتاج تدريب، وهياخد اول اسبوع او اسبوعين الانتاجيه بتاعته قليله. تمام، وطبعا لازم تديله فلوسه كامله لانك ماشي بالعقد، مش ماشيه بالانتاجيه، هي ماشيه بالساعه. تمام، بس على امل ان هو بعد اسبوع اسبوعين بعد ما يتعلم ان الراجل ده هيفضل يشتغل معاك ويخدم البيزنس بتاعك فتره طويله. فانت واحد جاي يقول لك انا هشتغل معاك اسبوعين 3 أسابيع بس، لأن الأجازة اللي هي ما بين المستويين اللغة أو السمسترين دول بيبقوا من أسبوعين، نقول مثلا 5 أسابيع. تمام، فأنت صاحب الشغل تقول يعني أنا هاجي أستثمر فيك وقت وفلوس لأن أنا عمال أديك الأجر بتاعك كامل وأنت مش عارف تشتغل أوي، لسه مش فاهم الدنيا ماشية إزاي أوي، وفي الآخر بعد ما أعلمك وتقعد أسبوعين بقى وتبتدي إنك تشتغل كويس وتخدمني كويس وتعلي في البيزنس بتاعي، تيجي تقول لي انا هرجع بقى السنه التحضيريه بتاعتي او هرجع اتعلم اللغه بقى بتاعتي واجي لك بقى كمان كام شهر. الموضوع مش بيميك سنس. تمام، يجي يقول لك لا انا عايز واحد يشتغل معايا حتى لو مش فول تايم، مش 40 ساعه في الاسبوع، بس يبقى عارف ان هو ناوي يشتغل معايا فتره طويله، سنه بقى او اكتر وهكذا. او بقى يستحسن خالص يبقى شغال معايا فول تايم وبرده المده طويله. تمام، في ناس اكيد برضو ظروفها تسمح بكده، بس انت عشان تصحى الشغل الخرا بتاعك ده ما تقدرش تعمل كده. وفي مشكلة تانية كده مشينا عليها بسرعة كده، خلينا نرجع لها. قلنا ان اغلب الناس بتيجي للكورس اللغة او سنة تحضيرية، معنى كده انك اللغة بتاعتك مش تمام قوي. ده في حد ذاته بيلغي عدد ضخم من الشغلانات المتوفرة بشكل كبير مش هتعرف تشتغل فيها. الشغلانات دي اللي بتتطلب تعامل مباشر مع الزباين. طب انت معكش لغة هتتكلم مع الناس ازاي؟
حاجه مثلا زي الكاستمر سبورت او الكاستمر سيرفيس او ريسبشنست في فندق مثلا، الحاجات ديت ما تقدرش تشتغل فيها. الكاشير والويتر ممكن يعني كده وكده، لانك بتحتاج تعامل مباشر مع الزباين، بس بيبقى في منيو غالبا في الحاجة اللي انت متوقع ان الناس هتطلبها فانت عارفها. انا اشتغلت الموضوع ده وانا في السنة التحضيرية ولسه اللغة بتاعتي ما كانتش حلوة قوي، بس كان الحوار تقيل يعني حط بريشر كتير عليا، لان بيبقى في ناس جاية قول لي بقى عندكم ايه، وقول لي ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، وعايز اوردر خاص بتاعي تحط لي عليه ايه وتشيل لي منه ايه ومش عارف ايه، وانت اللغة بتاعتك يعني ماشيها بالعافية. تمام. ف ينفعش بقى زبون كمان يجي يقول لك وانت تقول له معلش اصل انا مش فاهم، بتبقى صعبه يعني. واصحاب الشغل بقى فاهمين الكلام ده، فيجي يقول لك بقى لو انا عندي الاوبشن واحد بيتكلم الماني كويس تمام فانا اجيب احسن وخلاص. في ناس عندها مشكله مع الموضوع ده وشايفه ان هو ده نوع من انواع العنصريه والكلام ده، انا مختلف معاهم تمام، لان في الاول والاخر ده بيزنس وصاحب الشغل عايز اكبر كميه من الفلوس، حقه طبعا البيزنس بتاعه. اي حاجه تقف قدامه ما بين ان هو يعمل فلوس اكتر هيشيلها تمام، مش فارق بقى معاه اجنبي مش اجنبي، اي حاجه هو عايز فلوس تمام، ده يعني سامين مفيش مشاكل. طيب الدنيا كلها كده سودة كده مفيش حاجه كويسه خالص؟ لا يعني زي ما احنا قلنا دي من اللحظات اللي بتعدي على البني ادم، اي فرصه شغل قدامك هتاخدها وخلاص من غير تفكير. بس في بقى شويه تريكات كده انا اتعلمتها اما جيت هنا المانيا، ما كنتش عارفها قبل ما اجي، لو كنت عارفها كان ممكن تساعدني ان انا الاقي شغل احسن وفلوس اكتر والكلام ده كله. عشان كده طبعا انت مشترك في القناه عشان التريكات دي، مش مشترك بقى اشترك عشان تعرفها. بس قبل ما ننقل للموضوع ده عايز اعمل حاجه كده شغال عليها بقالي فتره ونفسي اعملها من ساعه ما بدات القناه، فان انا اعمل موقع عليه حلول لكل المشاكل اللي قابلتني وقت ما اسافر. في حاجات كتير كانت صعبه وانا مسافر وشايف ان هي كان ممكن يبقى ليها حل، بس تعبت عقبال ما عملتها. تمام. فاول حاجه هبدا بيها هي الكورسات اللغه الاونلاين. يعني في ناس كتير بره القاهره زي حالاتي كده صعب عليها ان هي تروح لمعهد اللغه كذا يوم في الاسبوع عشان تتعلم الماني، او حتى الناس اللي هي جوه القاهره بس مش عايزه تدفع كتير للمعاهد الغاليه، او شايفه ان الموضوع اوفر برايز مش عايزه تدفع وعايزه بس حد يتابع معاها اونلاين عشان تتاكد ان هي ماشيه في الطريق الصح. تمام. تتعلم لغه صح وباسعار كويس. فانا يعني هيبقى الموقع ده عليه ناس من احسن المدرسين اللي انا اعرفهم في مصر باسعار قليله، اقل كتير من المعاهد الغاليه وكده، وما يقلش حاجه عن الجوده والكواليتي اللي انت هتاخدها هناك. فلو عايز تتعلم الماني ومهتم بحاجه زي كده هتلاقي الاكونت بتاع الانستجرام بتاعي تحت، تواصل معايا. وزي ما قلت دي خطوه من خطوات كتير ان شاء الله همشي فيها. في حاجات كتير قوي كانت صعبه بالنسبه لي وانا بسافر، زي مثلا تحضير السنه التحضيريه، امتحان السنه التحضيريه ده ما فيش اي معلومات ولا ماتيريالز ازاي تحضر له والكلام ده. دي حاجه ناوي اعملها. تسهيل الاجراءات والتقديم والحاجات دي، ازاي تفتح الحساب البنكي والمساعده فيه، التامين الصحي اللي هو اول ما توصل، وتامين السفر والحاجات دي. حاجات كتير كان لازم بقى تفضل تروح وتيجي وتعملها مش عارف ايه، حاجات صعبه خدت مني وقت وخدت مني فلوس وهكذا. ان شاء الله كله هيبقى في مكان واحد وهتبقى تسهل على ناس كتير قوي موضوع السفر ده. فلو مهتم بالكلام ده تواصل معايا على الانستجرام ونشوف هنقدر نفيد الناس ازاي. نرجع بقى لموضوعنا، الشغل وقت الدراسه، خاصه بقى اللغه. اللي اغلب الناس بتعمله خاصه يعني الرجاله هي ان هي بتشتغل في المخازن، ولو فكرت فيها هتلاقي الموضوع ده بيميك سنس. اولا انت مش محتاج لغه خالص، ما تتعاملش مع زباين. تاني حاجه تقدر تفيد صاحب الشغل على طول، انك تحرك حاجه من مكان لمكان، او انك تشتغل وتنقل وتشيل ومش عارف ايه على طول هتقدر تتعلمه. مفيش سيستم محتاج تفهمه ولا الكلام المعقد ده. فده كويس بالنسبه لك عشان انت عارف ان انت هتشتغل فتره قليله. وغير كده محدش عايز يشتغل الشغلانه دي، ان هي شغلانه متعبه واصحاب الشغل عارفين كده، فهم موافقين على اي حاجه. ماشي، عايز تشتغل اسبوعين 3 فول تايم قشطه، تعالى حل لنا الكام مشكله اللي عندنا دول وخد شويه فلوسك، انت تستفيد هم يستفيدوا، وين وين، والموضوع بيعدي. طبعا الناس مش عايزه تشتغل الموضوع ده لسبب يعني مش من باب للطاقه كده. الموضوع صعب
تمام. وفي قواعد وقوانين لحماية الموظفين والكلام ده، انك ما تشيلش حاجة اتقل من وزن معين ومسافة معينة ووقت معين والكلام ده. بس على ارض الواقع يعني ايه، الدنيا بتمشي بالحب شوية، الموضوع بيبقى صعب جدا. تاني، لو هي دي الفرصة الوحيدة اللي قدامك هتاخدها وتجمع فلوس وخلاص. بس خد مني بقى الاحسن. بص بقى، قليل قوي اللي يعرف الكلام ده، بس من وجهة نظري هي دي احسن حاجة ممكن تعملها في الوقت ده. انت تشوف الاجازة بتاعتك امتى، تمام، اللي هي ما بين السمسترين او بين مستويات اللغة والكلام ده، تمام. قبلها بفترة، شهر ونص كده، شهرين، تبتدي تبص على الايفنتات الكبيرة اللي في المانيا كلها، تمام. بيبقى في ايفنتات كبيرة، مؤتمرات والحاجات دي، اسبوع لاسبوعين، تمام. الناس دي بتبقى محتاجة حد يتفرغ لهم، حد يجي يشتغل معاهم الأسبوعين دول، لأن غالبا بتبقى الناس مهمة وشركات كبيرة ومش عارف إيه هي اللي هتحضر المؤتمرات دي، فعايزة حد يتفرغ لهم. والموضوع ده بيبقى صعب شوية إنك على الشركات دي إن هي تلاقيه، لأن الناس بتبقى عندها دراسة، الناس بيبقى عندها شغل أساسي، مش عارف إيه، عندها حياة يعني، تمام. فما تقدرش تسيب كل حاجة وتيجي تتفرغ لها فول تايم لمدة صغيرة بس. فالناس ديت المنافسه على الشغل بتاعهم قليل، تمام. فيجي بقى انت دورك هنا تقدم على كل الشركات دي، وعشان الشركات دي مش لاقيه ناس كتير، فغالبا بتقول لك اي حد من المانيا كلها يقدر يقدم، مش لازم في المدينه بتاعه المؤتمر بس، تمام. عشان كده قلت لك تبص على المؤتمرات اللي في المانيا كلها. جميل. الناس دي تقول لك هيتسكن غالبا علينا، بيبقوا عاملين زي اماكن كده للناس اللي شغاله تسكن فيها او تنام فيها وهكذا. يقول لك بقى المؤتمر ده طبعا هيبقى فيه اكل كتير للناس وهيبقى بزياده، فالاكل بتاعك كمان ممكن تاخده ببلاش، وبيدفعوا فلوس اكتر عشان يحاولوا يجيبوا ناس اكتر. وغالبا بيبقى زي ما قلنا الشركات كبيره وناس مهمه ومش عارف ايه، فالفلوس موجوده. فبيرفكت للحاله بتاعتك. انت محتاج اسبوعين، تمام، تاخد في اليوم ما بين 100 ل 150 يورو. هتلاقي نفسك لو عملت الحوار ده مرتين في السنه، مره في الاجازه ما بين السمسترات ومره مثلا في الصيف قبل ما تخش الجامعه، هتلاقي مثلا نفسك جبت مثلا بتاع 3000 يورو او اكتر، 4000 يورو مصاريف. ادي 5-6 شهور من اللي انت عمال تصرف فيهم من الحساب البنكي رجعوا، تمام. فانت داخل على السنه الجديده بتاعت الجامعه ومحتاج تجدد، لسه الحساب بتاعك اغلبه موجود، مش هيحصل لك مشاكل كبيره مع مكتب الاجانب، ما اشتغلتش كتير قوي، ما اشتغلتش شغلانه صعبه. ممكن كمان تحاول تعمل علاقات مع الناس اللي انت هتتعامل معاها دي، عشان احنا قلنا غالبا بتبقى ناس كويسه وناس مهمه ومش عارف ايه. موضوع 10/10، وللاسف عرفته متاخر. بس اتفرج انت على الفيديو ده لسه ما سافرتش، تعرفوا لما تيجي المانيا تعمله، بدعي بقى ساعتها. الحاجه التانية هي التدريبات. بيبقى الشركات او مش الشركات، المصانع الكبيره بتبقى منزله تدريبات صيفيه، زي مثلا مصانع العربيات هي مشهوره قوي بالموضوع ده. تيجي تقول لك مثلا تعالى اتدرب عندنا اسبوعين لشهر او شهرين، تمام. ازاي تشتغل في مصنع عربيات والكلام ده، على اساس ان الناس هتبص معاهم تعجبها الشغل وتيجي تشتغل معاهم بعد كده. طبعا انت فاكس الكلام ده، انت جاي هنا عشان تدرس، والشغل عشان تمول دراستك بس، مش ما تبصش للفلوس قوي دلوقتي، تمام. بس بالنسبه لك حاجه كويسه، ممكن تروح بقى شهر شهرين، برضو الفلوس دي بتبقى كتير، بتبقى مثلا 20-30% اكتر من الطبيعي، تمام. ممكن برضو ايه زي ما قلنا، مره او مرتين في السنه يجيبوا لك ما بين 2000 ل 5000 يورو، على حسب قد ايه وعلى حسب الاجر والمكان ومش عارف ايه والكلام ده كله. 10/10 برضو اختيار كويس قوي. حطيتها التانية لان غالبا الموضوع دوت ما بيبقاش فيه السكن اللي احنا قلنا، بيبقى غالبا موجود في الموضوع الاول، تمام. لان بيبقوا منتظرين ان الناس اللي هتيجي اصلا قاعده في المدينه دي. فالمشكله دي برضو ممكن تتحل. انت ممكن تحاول ان انت تاجر اوضتك اللي انت في المدينه اللي انت قاعد فيها، وبعدين تاجر اوضه في المدينه الجديده لمده شهر او شهرين. مش اسهل حاجه، لان موضوع السكن في المانيا ده كارثه. بس زي ما قلنا الناس دي بتدفع 20-30% زياده عن الطبيعي. فانت ممكن حتى لو جبت اوضه غاليه شويه من اير بي ام بي او اي حاجه من المواقع دي، او حتى اوضه في فندق كده رخيص او هوستل او الكلام ده، هتلاقي الموضوع برضو بيميك سنس بالنسبه لك. هتلاقي الموضوع احسن من ان انت تروح تشتغل في مخزن ويطلع عينك في المدينه بتاعتك وهتكسب
فلوس اقل في الاخر. فانا لو رجع بيا الزمن وانا في السنه التحضيريه وعندي 4 اسابيع او 5 اسابيع ما بين السمسترين ان انا اشتغل فيهم، هي دي الحاجه اللي انا هعملها. كنت عامل حسابي بقى كمان ان احنا هنتكلم على الشغل وقت الدراسه بقى بعد ما تخلص اللغه، بس الفيديو طول قوي فغالبا هنعمل له فيديو جديد الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. لو مش عامل لي فولو على الانستجرام روح اعمل لي فولو دلوقتي حالا، وبرضه لو مش مشترك في القناه اشترك. كان معاكم محمد جامع، اشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.